بعد ما استلمت شقتي في الإسكان الاجتماعي ودفعت البنية التحتية، كنت حاسس إني خلاص بدأت أول خطوة حقيقية في حياتي هناك، بس كان لازم أروح شركة الكهرباء وأتعاقد على تركيب العداد، فقلت أبدأها بدري بدري وأخلصها وأنا رايق. وبصراحة ما كنتش متخيل إن الخطوة دي هتكون سهلة وبسيطة كده. خليك معايا وأنا هقول لك عملت إيه بالظبط خطوة خطوة. ركبت من سوق الجملة عربية صغيرة زي باقي الناس اللي رايحة هرم سيتي. المشوار كان سهل وبسيط لحد شركة الكهرباء. وصلت حوالي الساعة 8 الصبح، بس الموظفين بيبدأوا شغلهم 8:30 بالظبط. فحجزت دور وخدت رقم وقعدت استنى دوري مع الناس. ولما جه دوري دخلت على شباك التعاقدات وكنت مجهز كل الأوراق المطلوبة مني: أصل البطاقة، ومحضر الاستلام، وعقد الشقة، وإيصال البنية التحتية، ومعاهم صور من كل الورق ده. سلمت الورق على الشباك، الموظف راجع البيانات كلها واتأكد منها. بعدها طلب مني رسوم التركيب. الرسوم دي عبارة عن مبلغ تركيب العداد ومبلغ لشحن الكهرباء بقيمة 100 جنيه. دفعت واستلمت إيصال الدفع، وعقد الكهرباء بقى باسمي وفي عنوان الشقة بتاعتي بالتفصيل، ودي أهم ورقة في الخطوة دي كلها. بعد كده طلعت قسم التركيبات فوق في الدور التاني، سلمتهم الورق وسجلوا بياناتي وكتبوا لي رقم الفني اللي هيجي يركب العداد في الشقة. الخطوات كلها كانت سهلة وبسيطة لما تكون مجهز ورقك ومستعد من البداية. بعد حوالي 10 أيام الفني كلمني، جه ركب العداد بنفسه وفعل الكارت وسلمهولي. بس حصلت لي حاجة بسيطة بعد التركيب لازم انبهكوا عليها. اول مرة كنت اشحن فيها كارت الكهرباء شحنت ب 100 جنيه. رجعت البيت لقيت الكارت مش راضي يشحن الرصيد في العداد، اللمبة الحمراء شغالة بس الرصيد ما قراش. رحت شركة الكهرباء في هرم سيتي اسألهم. الموظف هناك وضح لي ان المشكلة مش في الكارت لكن في مكنة الشحن اللي استخدمتها. لما المكنة يكون الانترنت فيها ضعيف او اللي بيشحن بيسحب الكارت بسرعة، الكارت بيتعلق وبيتعمل عليه بند، وساعتها لازم اروح الشركة عشان يتفك. الموظف نصحني وقال لي الافضل تشحن من مكنة فوري او من تطبيق سهل علشان تضمن ان الشحن يدخل الكارت من غير مشاكل. يعني باختصار ما تغلطش غلطتي وخليك حريص من اول شحنة عشان ما تلفش كل شوية على الشركة. الموضوع كان بسيط بس محتاج تجهيز وتنظيم. أنا أحمد سليم ودي كانت تجربتي الشخصية خطوة بخطوة في التقديم على عداد الكارت في شقة الإسكان الاجتماعي. ولو الفيديو ده فادك اعمل لايك وشاركه مع أي حد مستلم شقته وناوي يركب العداد.